اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا اليوم عبارة عن كيك يومي اقتصادي بالياغورت بمذاق الليمون الحامض. كيجي لذيذ منعش بطبقة خارجية مقرمشة، في نفس الوقت كيك رطب من الداخل، كيجي أكثر من رائع. طالع خفيف إسفنجي هشيش بحجم عائلي. غيحمر لكم وجهكم قدام عائلتكم وضيافكم. كيك ناجح 100%. بسم الله على بركة الله. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاج عندي هنايا 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ، كاس إلا ربع من الزيت، كاس عامر من السكر السنيدة، ورشيشة ديال الملحة، علبة ياغورت بنكهة الحامض، وغنحتاج قشرة ديال الحامض وشاسي ديال السكر فانيلا وجوج خمارات. نحتاج ايضا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. بالنسبه لهاد الخلطه عندي هنايا شويه ديال السميد مع القشره ديال الحامض، كنلبسو مع بعضياتهم مزيان، كنخلطوهم. صافي غنلبس بهم القالب اللي غادي ندخل الفران ديال الكيك بعد ما دهنته بالزبده. كيف كتشوفوا كنرش هاد القالب كامل بهاد الخلطه صافي، وكنحيد هاد الفائض اللي كيبقى. صراحه هاد الخلطه كتعطينا واحد قرميشه الكيك ديالنا من برا، وكتعطي نكهه زوينه بزاف ديال الحامض. في هاد الاناء كيف كتشوفوا عندي هنايا القشره ديال الحامض مع كاس ديال السكر، كنخلطو مزيان مزيان. القشرة ديال الحامض كتطلق الزيوت ديالها في السكر وكتعطي واحد النكهة زوينة في الكيك. صافي بعد ما خلطنا السكر مع القشرة ديال الحامض غنضيف ايضا الشاسي ديال السكر فانيلا، وغنضيف 3 ديال البيضات. نزيد نضيف ايضا رشيشة ديال الملحة. صافي غنخلط هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. كنخلط مزيان مزيان واحد 2 دقائق تقريبا او اكثر، وحنايا كنخلطو حتى يذوب لينا السكر مزيان. ضروري هاد المرحله خصنا نخلطو مزيان يذوب لينا السكر مزيان، ويولي الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا يولي اللون ديالو ابيض. من بعد ما خلطنا مزيان كنضيفو الزيت كنضيفوها تدريجيا شويه بشويه وكنخلطو. صافي كنستمر كنخلط حتى تختفي هذاك الزيت كامله ما بقاش باينه. الصراحه واحد الكيك كيجي رائع جدا، كيجي الصراحه شهوه منه، كيجي خفيف وكيجي لذيذ بزاف. بعد ما خلطنا هاد المكونات كنضيفوا الدقيق 2 كيسان ديال الدقيق، ونضيف 2 خمارات. المجموع ديال الخميره 16 غرام، كل كيس كيوزن 8 غرام. صافي غنجمع كيف كتشوفوا، غنخلط كلشي مع بعضياتهم حتى يندمجوا لينا كاملين. صافي في الاخير كنضيفوا علبه ديال الياغورت. انا ضفت ياغورت النكهه ديال الحامض. بغيتوا تضيفوا اي نكهه كتبغيوها. الصراحه هاد الكيك بالنكهه ديال الحامض كيجي رائع، كيجي منعش جدا، كتجي فيه واحد النكهه ديال الحامض صراحه كيجي شهوه منه، كيجي زوين بزاف. كيف ما شفتوا معايا صافي خلطنا المكونات ديالنا كاملين مع بعضياتهم. صافي شوفوا ما شاء الله كنجمع بهاد السباتوله، شوفوا كيف كيجي مهوي، كيجي صراحه كيجي خفيف خفيف. صافي غنخوي في القالب وغادي ندخلو الفران. وفي هذا الاثناء كنكونوا شعلنا على الفران من البدايه، ملي بدينا كنخلطوا المكونات كنشعلوا الفران، كنسخنوا الفران ديالنا مزيان درجه الحراره 160 حتى 170، والنار غير من التحت. كندخلوا الكيك ديالي كندخلوه وكنقصوا الشعله ديال الفران، كنخليو النار تكون مهيله حتى يطيب لينا واحد 30 حتى 40 دقيقه في الفران.
ملي تنفخ ويطيب عاد كنشعلو من الفوق باش يتحمر لينا من الفوق. كيف ما شفتوا جا ما شاء الله، جا الصراحه روعه روعه. جا من فوق وجا خفيف. ناخذني في الفران 35 دقيقه. نتوما على حسب النوعيه ديال الفران ديالكم، كل وحده كتعرف الفران ديالها. كيف كتشوفوا ما شاء الله جا روعه روعه. صافي باقي سخون، خليته حتى يتدفى شويه. صافي غادي نقلبو. كيف كتشوفوا كيجي ما شاء الله، وكيجي منكه منكه، واحد الرائحه طالعه ما شاء الله في الدار كامله. النكهه ديال الحامض صراحه زوينه بزاف. انا الصراحه كيعجبني الحامض بزاف. صافي هانتوما كتشوفوا جا بحال بونجا خفيف ومهوي، وعنده واحد القرميشه من برا ورطب من الداخل ما شاء الله. صافي بغينا نخليو هكا، نخليوه بغينا نزينوه. انا غادي نعمل واحد التزيين خفيف. غندهنو بواحد الملعقه ديال المربى، مربى خفيف اللي كيكون ديال الحلويات، وغادي نزينو بشويه ديال اللوز مهرمش. وتقدروا تزينوها ايضا بالكاوكاو او جوز الهند يعني الكوك. صافي هانتوما كتشوفوا غير واحد الملعقه ديال المربى كندهنوا الوجه ديال الكيك كامل، وكندردر شويه ديال اللوز. اللوز مهرمش. هانتوما كتشوفوا كيف كيجي. الصراحه كيجي زوين. كيك يومي اقتصادي بالياغورت نكهة الليمون الحامض. من أول تجربة ناجح 100%. غنقطع معكم تشوفوا كيف جا من الداخل ما شاء الله. بحال بونجاق جا مهوي من الداخل. نزيد نقطع معكم تشوفوا كيف جا من الداخل ما شاء الله. نحيد هذه باش نقطع مزيان. شوفوا بحال كنقطع بونجا ما شاء الله. كيك رطب وخفيف بحال الريشه. مفشفش هشيش منفوخ ومهوي يسفنجي ورطب بحال القطن كيف كتشوفوا ما شاء الله. كيك بالنكهة الليمون الحامض، مذاق منعش أكثر من رائع. أنا باقي كنقطع كيف كتشوفوا. عجبني صراحة، جا زوين بزاف، جا رطب وخفيف وجا مهوي. شوفوا ما شاء الله من الداخل جا رطب ومهوي، جا اسفنجي. مستحيل تجربيه وما تعاوديهش. طالع وبحجم عائلي، بواحد الطبقة مقرمشة من برا وفي نفس الوقت رطب من الداخل. كيك بحال الجينواز، مفشفش وكيدوب في الفم الذوبان. ناجح من أول تجربة وبمكونات جد بسيطة متواجدة في كل بيت. كيك يومي اقتصادي بمقادير مضبوطة. إلا تبعتي الطريقة غادي يجيك ناجح 100%. كيف ما شفتوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي قدمنا معكم اليوم. كيك رائع جدا وسهل وبطريقة بسيطة جدا. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم واستحسان ديالكم وتجربوها. فعلا كيستحق التجربة. إلى هنا أخوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والصحة والراحة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.